اليد اللي كانت في اخر الدقائق مباراه النصر والرائد. بالظبط، قرار سليم من حكم المباراه، لا توجد ركله جزاء. الكره فعلا اصطدمت بايد مدافع نادي الرائد، لكن ايده كانت ملاصقه للجسم ولم تعمل اي حركه اضافيه. زي ما احنا شايفين هنا الكره اتشاطت من مسافه قريبه، الايد ملاصقه للجسم في وضع طبيعي ومبرر جدا، ولم توجد اي حركه اضافيه. قرار خالد الطريس كان ممتاز باحتساب ركله جزاء، لكن فوجئنا بحكم الفار نداه. حكم الفار نداه زي ما احنا اتفقنا قبل كده، لو حكم الفار ندى حكم المباراه يبقى يكون هو شايف حاجه مخالفه. حكم الفار ندى خالد الطريس ولم يستغرق اكثر من 35 ثانيه، واكد على قراره لا توجد ركله جزاء. قد يكون يا كابتن وليد في بعض الحكام، وبعض بتبقى في توصيات لبعض للحكام من اللجان ممكن تعمل قرار تسويقي. يعني ايه قرار تسويقي؟ انت شايف الكره دي كانت في اخر مباراه وفي اعتراض كتير جدا عليها، خلاص اطلع وشوفها تاني بالرغم انت متاكد من قرارك. وبالتالي النهارده نقطه نجاح خالد الطريس في هذه اللقطه، لا توجد ركله جزاء، وكان قرار خالد الطريس سليم بنسبه 100%. كابتن محمد فوز، ايش رايك فيها؟ قرار صحيح من خالد الطريس، واذا كان المباراه لها نجم فهو خالد الطريس. ادار المباراه بمستوى عالي جدا. بالنسبه للحاله هذه، حاله في الدقائق الاخيره من المباراه، في الوقت المحتسب كوقت بدل ضايع، اليد في الجسم، الكره ارتطمت باليد نعم، لكن لم يكن هناك تكبير للجسم ولم يكن هناك تعمد ولم تكن اليد ثابته في الجسم، وبالتالي لا توجد ركله جزاء. مشاهد يقول اتمنى مراجعه حالات ضربات الجزاء من الفيفا، بان تكون اي لمسه يد داخل منطقه ال 18 تحتسب ضربه جزاء، منعا للتاويلات والتشكيك في الحكام وقراراتهم. يبغى يعدل القانون. بده يعدل القانون ان شاء الله، اذا كان في 2026 ممكن يتعدل القانون، لكن ما يتعدل على لمسه يد. يعني زي هذه الكره ارتطمت بيد اللاعب واليد في جسم اللاعب يحسب عليه ركله جزاء، هذا كلام غير صحيح وغير قانوني. ايش رايك كابتن سمير في الاقتراح؟ والله بص يا كابتن وليد، هو فعلا الجدل كله بيجي في تسلل يا لمسات اليد داخل منطقه الجزاء، تمام؟ بسبب التعديلات الكتيره، اليد مكبره الجسم، اليد داخل الجسم، كره يد مبرره وغير مبرره. احنا عاوزين نرجع للاصل. ايه هو الاصل يا كابتن وليد؟ هو التعمد. في تعمد ولا لا؟ زمان لما كنا بنتفرج على الكوره، لو تفتكر كان بيقول لك ايه؟ ايده راحت للكوره ولا الكوره راحت للايد؟ اقتراح السيد المشاهد على فكره اقتراح يحترم، والله اعلم ممكن يرجعوا تاني. انت عارف دلوقتي تعليمات الاتحاد الدولي بقى في البونت العريض لكل الحكام اسمها باك تو ذا بيزك. باك تو ذا بيزك، ارجع للاصل. طيب. هيحصل ايه بكره؟ الله اعلم، بس طيب. ما خلاف ذلك لا، يبقى نمشي مع القانون الموجود. طيب خلينا نبدا الحلقه. بالأمس ظهر رئيس تحرير جريدة ماركا وتحدث عن اقتراب كانسيلو لنادي الهلال. الجميع تحدث عن الصفقة دي بعد ظهور الإعلامي مع خالد شنيف. البعض بيتحدث عن تفاصيل الصفقة كأنه حاضر الصفقة، وبيتحدث إن بيعلن عنها بشكل رسمي. الصفقة حتى الآن لم تتم بشكل رسمي، والبعض تطرق أيضا لأن الصفقة واللاعب صدامي، وعللوا بده ان هو مع جوارديولا كان في مشكله ما بينهم بسبب عند اللاعب، وان هو يعني عنده فرط حركه وعنده مشكله في التعامل مع المدربين. كانسيلو هيكون اضافه كبيره جدا لنادي الهلال في الوقت اللي هيجي فيه. البعض بيتحدث ان خلاص سعود عبد الحميد رايح روما، لكن اعتقد لن تتم هذه الصفقه حتى لو جه كانسيلو لنادي الهلال. الشق الثاني بيتحدث البعض وخاصة النصريين عن ماذا لو تم انقسام الجمهور النصراوي، او جمهور النصر هاجم رونالدو بحجة ان هو متحكم في الامور داخل نادي النصر، هو اللي بيتحكم في التشكيل بنسبة 100%، ومصمم على وجود كاسترو بسبب ان هو اللي جاء بكاسترو للنصر. البعض تحدث ان رونالدو بيعاملوه كأنه لاعب عادي او كلاعب يعني لاعب محترف، لكن رونالدو هو أيقونة في نادي النصر. لا أظن أن هيحدث هذا المشهد أن جماهير النصر هتهاجم رونالدو. جماهير النصر غابت عن لقاء الرائد أول مباراة النصر في الدوري، والبعض بيتحدث أن النصر بيواجه مشاكل وأن هيتم تعيين مجلس إدارة جديد، لكن أعتقد النصر لو حقق الفوز أمام الرائد وحقق الفوز أيضا في المباراة القادمة، قدامه فترة توقف حوالي أسبوعين، هيكون قدامه
وقت كافي جدا ان هو يرتب البيت النصراوي، والفريق هيرجع لاستقراره من جديد.